عندك كبد وقوانص ومحتارة تعملي بيهم ايه؟ تعالي نعمل بيهم احلى طاجن مكرونة هتخلي البيت كله مستني الغدا بفارغ الصبر. يلا بينا نبدأ على طول ونقول بسم الله. اول حاجة في طاسة على النار هنحط فيها الدهن اللي طلع من القوانص، وهنضيف بصلة كبيرة متقطعة قطع صغيرة كده وهنشوحها لحد ما تدبل. ننزل عليها بالقوانص ونقلب ونسيبها حوالي ربع ساعة كده علشان القوانص بتاخد وقت في التسوية. بعد كده هنضيف الكبدة ونفردها كده، احنا مش هنقلبها خالص غير لما لونها يتغير كده، بعدين نبدأ ان احنا نقلبها. هنحط رشة فلفل اسود وكمون وملح، وانا مجهزة فلفل الوان مقطعاه وكمان قرن فلفل حار علشان تكون سبايسي كده وطعمها يجنن. مش حابين ممكن تستغنوا عن الفلفل تماما. اديلهم كده تقلبتين وكده الكبد والقوانص جاهزين. في حلة على النار هنضيف بقى معلقة كبيرة من السمنة ومعاها معلقة صغيرة من الثوم المهروس ونقلب، وهنزل عليهم بفلفل اسود وكمون علشان تطلع ريحتهم كده وتبقى تجنن. هنجهز الصلصة، هنحتاج من 6 ل7 حبات من الطماطم ونحط عليهم مية ونضربهم في الخلاط، وبكده الصلصة تكون جاهزة معانا. هنضيفها بقى على التومة ونضيف الملح، معلقة صغيرة من الملح، الكمية اللي انتوا تحبوها. دوقوا الصلصة وشوفوا انتوا عايزين ملح زيادة ولا لا. نغطي الحلة ونسيب الصلصة تتسبك كويس. كده الصلصة بقت جاهزة معانا. نيجي بقى للطاجن، هنحط الكبد والقوانص في الطاجن من تحت ونفردها كويس، وبعدين هنضيف اي نوع مكرونة انتوا بتحبوه. بعد ما نحط المكرونة نسويها كده كويس، وبعدين نضيف الصلصة على طول. وهنحتاج كوباية مية سخنة نغطي بيها المكرونة، يعني المية تكون مغطية المكرونة، مش قوي بس هي تكون مغطية المكرونة بالظبط. طبعا حسب كمية المكرونة اللي هنحطها هنحتاج مية ولا لا. ايا كان الكمية اللي احنا هنستخدمها من المكرونة، المية تكون مغطياها زي ما انتوا شايفين كده. خلصنا كده الطاجن، هندخله الفرن على درجة حرارة 200 ونغطيه بغطا علشان يستوي كويس. بجد الريحة كانت وهم، والمكرونة استوت والكبدة والقنصة كمان واخدين طعم الصلصة، حاجة كده تجنن. جربوها وقولولي رأيكم في التعليقات. لو استفدتوا لو بحاجة بسيطة ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة، ومع السلامة يا حلوين، اشوفكم في فيديو جديد.